مع سيد الوالي كان اشكالي من طريق اجتنابي. نقلنا من حمله اثنين، طريق الاجتنابي نقلنا من حمله اثنين، منطقه حمله اثنين الى مقر الولايه. الطريق تكاد تنعدم، يعني كان اصلا يعني حسن الصدفه ولا سوء الصدفه المتعاملين في ثلاثه. كان تلقى مكالمه سيد الوالي قطعت له المكالمه، يعني بشهود عيان وزير القطاع، شيء غير مقبول. وهذا انذار للمتعاملين في ثلاثه. راح يكون اجتماع الاسبوع القادم ان شاء الله من بعد دخول من العطل مع سلطه الضبط، مش حنسامح مع اي متعامل يقصر في مقر الولايه، في مقر الدائره، في مقر البلديات، دفتر الشروط، وكذا تغطيه الطرقات الوطنيه. نعاود نأكد ماشي شرط انه خاصه على خارج الولايه، ممكن بعض الطرقات والمسالك ما فيهاش جدوى ماليه، لكن ما يمنعش انه ما دام عندنا التجوال بين المتعاملين خاصه في رقم الاسعافات، متعامل يغطي النقطه هذه، متعامل النقطه هذه وهذه، هكذا لا قدر الله كاين حادث كاين مشكل يستعمل الاسعاف اللي تلقينا الخدمه تاعو مؤخرا، يكون تجوال على حسب المتعامل. لازم التغطيه تكون كامله، يعني عندنا شرائح تاع 3 انواع التعاملين في مناطق منعدمه تماما. هذا شيء غير مقبول اصلا وفصلا. ويعني قاعد نشوف في الهوائيات ممكن تلت ولا ازيمت يحل المشكل، لكن لا. وفيه تجمع سكاني جديد، يعني محلات ومنطقه توسع عمراني. صح اليوم ما فيهاش ساكنه، لكن تغطيه الطريق راهي في قلب الولايه.